السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. أسعد الله مساءكم جميعا في هذا الملتقى الشامخ، ملتقى المغترة. وكما عودناكم هذا المساء في لقاء مع الشاعر علي الغامدي. أهلا وسهلا يا أبو معطش، ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. الله يبقيك ويعافيك أخوي حمد الثبيتي، وإن شاء الله نقدم الذي يحوز على رضاكم ويجملنا منكم ومن جميع المستمعين. ما هي البطاقة الشخصية لشاعرنا علي؟ الاسم علي بن معطش بن حمدان الزهيري الغامدي، من أهالي معشوقة التابعة لمنطقة الباحة. عن إذنكم بيتين مهداه لملتقى المغترة، عسى أن تضاف للقاء وتكون في مقدمة اللقاء طلبا وليس أمرا. ما التقى البداع يا ما التقى المغترة، جدد الاسم القديم الرفيع السامي، يبشر السامع بما يقنعه ويسره، من وردها داجتي ما يصدر ضامي، الكلام ميزه وتنقى دره، وشكر الشعر والشاعر الإعلامي. متى كانت بدايتك الشعرية؟ بدايتي الشعرية من عمري 16 سنة أو 17 سنة، والبداية الفعلية بعد 20. هل بدايتك كانت في النظم أم المحاورة؟ البداية طال عمرك كانت في النظم والعرضة وبرضه المحاورة. شعر المحاورة وشعر النظم والعرضة أيضا، بما أنك تطرق هذه الألوان جميعا، أين تجد نفسك؟ لله الحمد أجيد النظم، ولكن أتواجد أكثر وأبدع أكثر في العرضة والمحاورة. هل لك محاورات في ساحة الميدان على أرض الواقع؟ نعم طال عمرك، وقد لعبت مع الشاعر الكبير مصلح بن عياد في قيا عند الشيخ ابن هلال رحمة الله عليه، وقد لعبت مع الشاعر حمدان العصيمي في جعبة تابعة البيشة، وقد لعبت مع شعراء كثيرين في الميدان، منهم المعروف ومنهم اللي لحد الآن ما خدمه الإعلام. وكذلك لعبت مع شعراء العرضة الشاعر الكبير عبد الله البيضاني، والشاعر الدكتور عبد الواحد الزهراني، والشاعر الكبير مبارك أبو علاج، والشاعر الكبير هميل بن شرف، والشاعر الكبير مسفر بن هيف، والشاعر مدشوش الأكلبي، وشعراء كثيرين لا تحضرني أسماءهم الآن، فالعذر منهم السموح. بما أنك قابلت شعراء عدة، من هو من وجهة نظرك أقوى شاعر في المحاورة قابلته، وأقوى شاعر في العرضة قابلته؟ كلهم شعراء كبار وعلى عيني وراسي. وبالنسبة برضه لا أنسى أني قابلت ابن عياد في المحاورة وفي العرضة، وهذا الرجل أعتبره أقوى شاعر وفارض احترامه على الجميع. يعلم الشعراء الجزالة والإبداع والمعنى الذي لم يكون واضح بكل ما تعنيه الكلمة، معاني لها المجال والشعر الحقيقي. وكلهم الشعراء أرى أنهم
أقوياء وكبار، والذي ما يحترم الناس لا يحترم، والذي ما يوفيهم حقوقهم أعتقد أنه يراجع نفسه أفضل له. والشعراء كلهم المتميزين المتمكنين من الموهبة الصادقة أكون لهم الاحترام والتقدير، وراء أنهم أقوياء، أوجه لهم تحية من هذا المنبر ملتقى المغترة. بما أن لك محاورات عدة، هل خدمك الإعلام في انتشار هذه المحاورات وإبراز موهبتك؟ أكون الاحترام والتقدير للإعلام والقائمين عليه، ولكن لم أجد الخدمة التي توصلني إلى الجمهور الكثير. عندي جمهور ولكن ما هو بالجمهور اللي أطمح إليه، وإن شاء الله مستقبلا نوصل. والموهبة هي التي تفرض على الإعلام وغيره الوصول، ولكن في الآونة الأخيرة أرى أن المصالح طغت على الموهبة. وجهة نظر بكل احترام وتقدير. هل الجروبات أو الملتقيات تخدم الشعر والشعراء؟ هل الجروبات أو الملتقيات تخدم الشعر والشعراء؟ نعم طال عمرك، الجروبات توصل الشاعر اللي عنده موهبة حقيقية من خلال أهل الذائقة الرفيعة وأهل الذمة الذين يعطون الشاعر حقوقه، وكثيرين واستفدنا منهم يعلم الله بالوصول للجمهور. هل واجهت شعراء في الملتقيات بمستوى شعراء الساحة؟ نعم طال عمرك، في شعراء في الملتقيات كبار وشعراء مبدعين وجازلين ومتميزين، وأراهن على ذلك أن بعضهم أنها أقوى من المتواجدين على الساحة الذين خدمهم الإعلام. عفوا، أقوى من بعض المتواجدين على الساحة الذين خدمهم الإعلام. بما أنك من قبيلة عزيزة وأحد شعرائها، من هو شاعر غامد الأول من وجهة نظرك؟ شعراء غامد كثير ويعتبرون أوائل، فمنهم الشاعر المرحوم رحمة الله عليه الشاعر محمد بن مساعد الزهيري الغامدي، يعتبر من شعراء غامد ومن كبار شعراء غامد. وكذلك الشاعر أبو جعيدي الغامدي، وكذلك الشاعر علي بن عواض الزهيري الغامدي، وكذلك الشاعر محمد الغويد، وكذلك الشاعر مبارك أبو علاج، وكذلك الشاعر هميل بن شرف، وكذلك الشاعر عايض بن نايف، وشعارهم يعذروني للباقين فكلهم شعراء. والله إنه ينحرج الشاعر أو الذي يوجه إليه السؤال أن يقدم هذا على الثاني، فكلهم شعراء كبار ومتميزين، ولهم مني الشكر والتقدير والاحترام على ما قدموه. رحم الله الميت وحفظ الله الأحياء. هل وجدت الدعم من قبيلة غامد وشعرائها في ساحة الميدان، في ساحة الشعر؟ اسم غامد وتاريخهم وأفعالهم وكرمهم وطيبهم أكبر دعم لي، أسأل الله أن يحفظهم وجميع القبائل وجميع المسلمين. ما هو رأيك في نقاد العصر الحالي خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا؟ هل أنت مع أو ضد هذه الظاهرة؟ لا أعتبرها ظاهرة، ولكنها توهج للشعر وحراك على مستوى، وتضيف للشعراء وتضيف للجمهور
ولا أعمم، ولكن فيه نقاد على مستوى، وأشكرهم جعلوا للشعر أخذ وعطاء ووجهات نظر، وهذا الشيء يحرك الشعار ويحرك الساحة الشعرية عن الركود. من شاعرنا فيصل العصيمي: لماذا علي بن معطش يحب اللعب دائما على لحن معين؟ هل يحس انه يبدع على هذا اللحن او لماذا؟ مع احترامي لأخوي فيصل العصيمي، غير صحيح هذا الكلام. أجيد الألحان كلها وموجود في اليوتيوب وفي الحفلات لملاعب كثيرة مع الشعراء ومقابلات مع الشعراء، وعلى ألحان عدة. والدليل على ذلك أغلب الشعراء هو اللي يطلبني بلحنه وأنا أرد عليه، فكيف إني ما أجيد إلا لحن واحد؟ والشعراء هم اللي يبدون وأنا أرد عليهم وعلى اللحن اللي بداه الشاعر معي. سؤال من أخونا الشاعر الكبير محمد الخضراني: بما أنك من قبيلة تشتهر بلون العرضة، هل لك تجربة في هذا المجال؟ وإذا كان إجابتك بنعم ففضلا وليس أمرا، نرجو أن تسمعنا شعرا على لون العرضة. نعم طال عمرك، مع عدة شعراء كبار. بدع من الشاعر الكبير شاعر غامض علي بن عواض الزهيري، يقول: يا لا 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 لا، قال ابن عواض هندست من راسي، يوم هندست في العرفة هندسنا، واحمد الله به جنوبنا وشيماتنا، لا تقول الجسم بعدال وبرقاوي، يا علي بن معطش البحر ما جبنا، والخبر من فوق صدري ورق صافي. رديت عليها أقول: أنا يعرف من ترى قال ومن راسي، أسنى ترض الروم يا أخي وهندسنا، وانت تدري ما نبخل بشيماتنا، لا بدا في الريع روقي وبرقاوي، لو ينادي خاين الناس ما جبنا، نحتسي له بالنيامس ورق صافي. سؤال من شاعرنا الكبير فهد الحبابي: هل من السهل على الشاعر معرفة البيت الذي يحمل معنى ومعرفة البيت السطحي؟ وهل لديك مثال على البيتين؟ كثيرة البيوت، لكن عجبني بيت للشاعر المرحوم بإذن الله سعد المعنى البقمي اللي يقول، وهذا من المعاني الخفية ما هي بسطحية ولا كل شاعر يوصل لها، اللي يقول: سلام الله عليكم وانا خلفي داخل الصندوق، له مفتاح من جوا ومفتاحين براني. وبالنسبة للبيت السطحي ما يحتاج له مثال لأنه مفهوم وواضح، أي بيت سطحي كل بيعرفه ما يحتاج له شرح، اسمه يكفي. قال أيضا من شاعرنا محمد الخضراني: بما أنك شاعر عرضة، هل لها تأثير على المحاورة؟ بمعنى هل تجد صعوبة بالتوفيق بينهما؟ الشاعر المتمكن لا يجد صعوبة لا في العرضة ولا في المحاورة. ممكن شاعر المحاورة أنه يجد صعوبة في العرضة لعدة بيوتها وكثرها، وطال عمرك الجناس اللي هو الشقر يمكن يجد صعوبة، أما بالنسبة لشاعر العرضة فلا يجد صعوبة نهائيا. سؤال من أخونا الشاعر الكبير متعب بن راهق العنزي: بدون أي مجاملات وبكل صراحة كما هو عنوان هالبرنامج الصراحة الكافية، ما هو الشاعر الذي شد انتباهك بقوة طريقه في ملتقى المغترة؟ كلهم شعراء ومبدعين، والله يهديك يا بن راهق، هذا السؤال محرج
ولكن طالما أنك طلبت الصراحة وكلمة الحق، الشاعر الذي شد انتباهي الشاعر هلال النفيعي، وبدون قصور، في الباقين كلهم شعراء وهم اللي يقيموننا ما نقيمهم. سؤال من شاعرنا الكبير صالح الحربي: من هو الشاعر الذي إذا قابلت تضرب له 1000 حساب من شعراء الملتقيات؟ كل شاعر متمكن من الموهبة أحسب له 1000 حساب. كل شاعر يمتلك كلمة شاعر. طلب وليس سؤال، فضلا وليس أمرا، من شاعرنا الكبير علي بن معطش، قصيدة أم قصيدتين نظم. يا ناقلين الحكايا واستلام البشر، أشوفها غيبة يا صعب تسديدها. هذا تصرف كذا، هذا لسانه عثر، ثم استلمت قريب الناس وبعيدها. وكل في ذنوب خلق الله بهرجه خشر، يفرح على هزعة المقفين ويجيدها. أكبر بلايا وجيه الخير وأكبر خطر على الحسنات مهما كان تهديدها. وأعطيتها واحد من شان وجهة نظر، ما أعطيتها أبوك ولا أخوك وتفيدها. ما فيه بمحق ولا أقشر من لحوم البشر، بهروج ما ينفع المغتاب ترديدها. حياة الإنسان في دنياه رحلة عمر، دور على كلمة ينفعك تمجيدها. بداية نهاية الرجال كبر وغرور، من لا يشوف البشر بين البشر ما يشاف. تفكيرها الملتوي ما من حكمه وشور، كأنه مجلة يسوقها لها الغلاف. يقولها شاعر على زمانه صبور، ما هو بيرضى على أصحاب المبادئ خلاف. سلامتكم. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا من شمال المملكة للجنوب، استمعنا يا عليل الردود. في لقى شاعر مع كل شاعر، والثبيت قدمه والثبيت قدمه. لا 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 الوطن يا روسنا والجنوب، كل فعل له مقام وردود. ما تغير عهدنا والمشاعر، المواطن قدمه. إلى هنا وإياكم نصل إلى ختام هذا اللقاء. شكرا بحجم السماء، شكرا لشاعرنا وضيفنا الشاعر الكبير علي بن معطش الغامدي، وشكرا أيضا للشاعر هلال النفيعي على البدء والرد من علي، وشكرا لجميع زملائنا الذين شاركوا بالأسئلة والذين واكبوا هذا اللقاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. استودعتكم الله تعالى. أشكر أخوي العزيز الغالي حمد الثبيتي على ما قدمه وعلى الأسئلة الهادفة الواضحة، وأشكر جميع الزملاء في هذا الملتقى الشامخ، ملتقى المغترة. أشكركم جميعا وبيض الله وجيهكم.